العند ده حاجه صعبه جدا جدا، خصوصا ما بين الراجل وما بين الراجل ومراته. عندوا مع بعض الموضوع ليه يعني احنا خلي الدنيا تبقى حلوه بتاع ان طول الوقت فكره القط والفار واحنا بنحب بعض قوي، الدنيا جميله ولذيذه، بس فجاه تقوم خناقه، احنا مسكنا في بعض والدنيا بايظه. ففي لعبه القط والفار دي بتبقى شغاله طول الوقت بتبقى الدنيا تمام، مفيش اي مشكله وشغاله. يعني في عايز كبير جدا من العلاقات البشريه، دايما في طرف كده بيقعد يخطط ويدبر لفكره اللي هو ايه، هو انا ازاي اعند مع الطرف التاني، ازاي ابقى يعني كسبت في خطه العند دي وكسبت البونت اللي هو بتاع بقول لك ايه انا ضايقته. فيبقى طول الوقت هو منغص على نفسه وحياته. في موضوع العند يعني متسلسل، بمعنى ممكن الخناقه بتاعت العند دي تبدا مع مدام مثلا هناكل ايه النهارده، فاهم، توصل ان انتوا هتطلقوا، ان حد فيكم يرتكب جريمه. ليه انا سالت هناكل ايه النهارده، انت سالت هناكل ايه النهارده، الموضوع مش مستاهل. تلاقي مثلا في اوقات كتيره لما اللعبه مثلا تكبر توصل لنتائج مأساويه شويه، فيجي واحد من الاثنين يسال نفسه هو ايه يا جماعه اللي وصلنا لكده، يا جماعه ايه يا جماعه اللي وصلنا لكده، ليه نوصل لكده يا جماعه؟ يعني هو السبب كان صينيه مكرونه بالبشاميل، مش ما كنتيش تعمليها يا فوزيه، يعني الدنيا مش مستاهله كل ده. او انت كنت مثلا تاكل الرز بالبسله وانت ساكت، يعني وانت ما ترحق، يعني ما تجيش ايه تتضايق وتتحمش على البشاميل والدنيا تبوظ بعد كده وتيجي تعيط وتقول لا انا ايه اللي خلينا نبطل. يعني مش معنى ان العند عند كل الناس بيبقى لحظه، يعني في شخصيه بطبعها بتبقى شخصيه عنيده. يعني تلاقي مثلا سالتك السؤال الشهير بتاع وهي مركزه قوي، محمد هناكل ايه على الغدا بكره يا محمد؟ بكل هدوء، بقول لك بكل هدوء، كل هدوء واريحيه. طبعا انت حضرتك بتاخد الموضوع على صدرك قوي، انت كل يوم تساليني فانت ما بقاش في دماغك اي فكره او فارق معاك اي حاجه، فاهم؟ ببساطه كده بسالك السؤال ده وانت لسه بتمضغ اخر معلقه، فتكون انت في المرحله اللي هي بتاعت ما دام الكرش شبعان فالعقل نعسان، انا مش في دماغي يعني ناكل اللي لا انت بتسالي ايه، فانت من وجهه نظرك دي بتزن يعني، فبتقرر تختار اي حاجه. فتقول لها بقول لك ايه هعمل لنا مكرونه وبفتيك، فهي تروح تقف قدام الثلاجه يا عيني وتفتح الفريزر وعماله تقول في سرها مكرونه وبفتيك مكرونه وبفتيك، اشمعنى يعني عايز اكل مكرونه وبفتيك وانت طبعا ايه رميتها واللي جت على بالك. يمكن عشان هو يعني عارف ان انا مش عارف اتبل البفتيك زي ما ماما بتعرف تعمله فهو كده بيعجزني، ولا عشان بعد الاكل اتصل بامي ويقول لها بقول لك ايه دي فوزيه ما بتعرفش تعمل بفتيك. طب والله العظيم انا عامله له بفتيك. شوف الموضوع بسيط جدا، يعني هي ترجمت ان انت عايز تعند معاها عشان بتطلب منها بفتيك، هي اساسا مقرره من اول امبارح ان هي تعمل سبانخ، يعني الموضوع مش في دماغها اساسا، كده كده الدنيا عندها عادي، انا مش في دماغي ان انا اعمل تمام. فبتسالك برضو احتياطي. طب انت لو مش متجوز تفكر ان الكلام ده لعب عيال، يعني ايه يا جماعه ده اللي انتوا بتقولوه ده، اكيد مش هنتخانق يعني عشان مكرونه وبفتيك. وانت لو مش متجوزه هتقولي طب ما كتر خيرها يعني ان الست كلفت نفسها وعملت السبانخ والبي جوز اصلا مش فارق معايا ياكل حاجه. اقول لك لا تعالى عند هنا حته في حته بقى، الراجل تاني يوم بتبدا معدته تفضل فيبتدي يفكر انا ما اكلتش امبارح، فيفضل طول اليوم يصبر نفسه وحاطط في المخيله بتاعته صوره المكرونه والبفتيك اللي هو كان طلبهم من امبارح علشان تصبره على جوع اليوم الطويل. لدرجه ان هو لو يعني فتحت دماغ الراجل هتلاقي البفتيك سخن كده واطرافه مقرمشه وهو بيفكر في البفتيك شايفه، يعني فاهم، شايفه بني ادم بيمشي قدامه. فبعد يوم طويل يدخل البيت يجي يقعد على السفره فيلاقي السبانخ، اول حاجه بتيجي في باله سبانخ يا فوزيه، سبانخ يا فوزيه، بعد العمر ده كله يا فوزيه سبانخ يا فوزيه. فساعتها عقله ما بيستوعبش غير حاجه واحده، ان الست اللي هو عايش معاها دي هي قصده ان هي تقدره، هي قصده ان هي تعمل فيه الحركه دي. حياته اللي كان بيحلم بيها طول الطريق راحت في اغرب خناقه على التاريخ، اللي هو فين البفتيك؟ مفيش بفتيك، لا انا نسيت اطلعه يفك. ما انت سالاني يا بنتي من امبارح ما طلعتيهوش ليه؟ والله مفيش بفتيك بقى اللي عندك اعمله، ما انا نسيت، وبعدين ما كتر خير يعني ان انا وقفت في المطبخ وعملت لك الطفح اللي انت بتدفعه، كتر خيرك ليه؟ هو انت بتعملي لي انا يعني؟ هو مفيش في حياتك غير شويه الاكل؟ ما انت بتشتغلي ورايحه جايه، انت بتذلني يعني عشان انا قاعده في البيت وما بشتغلش، ولا انا عشان بشتغل شغلانه مش هي؟ طب ما انت اللي معدي في البيت وانت اللي كبتني وانت اللي مخليني كده. بقول لك ايه، انت هتستهبلي بقى عليا؟ ما انت اللي ما نزلتيش من بعد الجواز تدوري على شغل، وانت ليه بقى ان شاء الله ما جبتليش شغل زي ما جبت لاخواتك؟ كلهم اخواتك احلى مني. ايه بقى
ليه ان شاء الله؟ وانا وزير القوه العامله؟ طب دي تعليمات بقى الحاجه الوالده، ما دي تعليمات الحاجه الوالده يا حماده. فقالت لك قعدتها في البيت دي بقى تطبخ وتمسح وتعمل لك بفتيك يا اخويا، مش انا اللي هعمل لك بفتيك. تروح انت ردد عليها بقى علشان كده ما عملتليش البفتيك النهارده كده يا فوزيه؟ يا حبيبي روح لها بقى وهي تعمله لك. بقول لك ايه، ما تجيبش سيره امي على لساني. انا عايز اروح لماما. مع الف سلامه يا حبيبتي. ايه ده انت ما صدقت تطردني من البيت؟ طلقني لو سمحت. بقول لك طلقني طلقني طلقني. انت طالق يا فوزيه وتنتهي الحكايه على كده. ليه يا فوزيه؟ ليه يا حماده؟ ليه يا ابني الموضوع تافه يا ابني، ما يستاهلش كل ده مكرونه وبفتيك. فتلاقي احنا تافهين قوي يا جماعه. يا جماعه احنا تافهين قوي ونقعد نعيط احنا الاثنين ليه عملنا كده. فالدنيا ابسط من كده والله، يعني خلي الدنيا ابسط كده وتبقى الدنيا حلوه وما يبقاش فيها مشاكل، وربنا ما يجيب مشاكل لاي حد.